إن الصبر هو استقبال البلاء مع تذوق مرارته. في حد غالي عليا توفي، مش قادرة خالص، صبرة، مش بتكلم بحاجة تغضب الله، لكن في مرارة في قلبي. لكن الرضا لا، الرضا استقبال البلاء مع التسليم والحب والفرح لقضاء الله. ممكن حد يوصل للمرحلة دي؟ ممكن. الرضا مقامه أعلى من الصبر. احنا مأمورين بالصبر لأن الصبر نقدر نعمله، لكن الرضا مش أي حد يقدر يعمله أيا ما كان نوع الابتلاء. لما يجي لي أنا مأمورة بالصبر، يعني تستقبلي الابتلاء بدون ما تتكلمي ولا تعملي حاجة تغضب الله، حتى لو كان في مرارة في قلبك، لكن مش مأمورين بالرضا. الرضا ده منزلة كبيرة جدا. الإنسان اللي بيوصل للتسليم واستقبال قضاء الله سبحانه وتعالى بفرحة وإيمان إن الله عودني الجميل فهقيس على اللي فات، منع ربنا ليا لهذا الشيء منه سبحانه وتعالى عين العطاء، إني أكون مؤمنة إن ربنا اداني حاجات كتير قوي، فلما يمنع عني حاجة إيه يعني، مش مشكلة يعني. كل المعاني دي لما تتكون جوه القلب مش سهل، رغم إن اللي هيوصل لها ده في منزلة كبيرة جدا، إنه عنده ثقة وحسن ظن بالله.